يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، وحشني. النهارده بقى هنعمل شوية عصير ليمون بالنعناع، حاجة كده تحفة في الحر اللي احنا فيه ده. وهقولك ازاي نجفف النعناع عشان طبعا ينفعنا في حاجات كتير. هنمسك بقى النعناع، هنمسكه نغسله غسلة كويسة وهنقرطفه كده زي الملوخية زي ما انت شايفة كده. مسكناه غسلناه كده في طبق كبير، وبعد كده سيبته بقى على جنب كده يتصفى، وبعد كده همسكه اقرطفه كده زي الملوخية بالظبط. وبعد كده هحطه في المصفى وهفرده طبعا على حاجة كبيرة كده، يعني صينية كبيرة، وهسيبه بقى في الشمس، اسيبه بقى على السفرة كده والمروحة تكون شغالة. ومن وقت للتاني هبتدي اقلب النعناع كده بايديا، عشان اللي تحت هتلاقيه طبعا بيبقى طري. يعني من وقت للتاني اقعدي قلبي كده النعناع عشان يبتدي ينشف كله. وبعد كده جبنا خلاط، حطينا بقى فيه شوية مية ساقعين كده مشبرين، مية بتلج كده في الحر اللي احنا فيه ده. وبعد كده قشرنا بقى الليمون وحطيناه في الخلاط على طول. عايزه تجففي الليمون، هتمسكي الليمون تمسكيه تقشريه زي ما هو كده وتحطيه في اكياس وعلى الفريزر على طول. اي ضيف يجيلك يا دوبك تمسكي تطلعي الليمون تحطيه على الرخامه وتحطي على طول في الشفش. مسكناه خلطناه كويس جدا، انا لسه ما حطيتش السكر ولا حطيت النعناع. مسكناه خلطناه كده الاول بالميه الساقعه كده المشبره والليمون بس، وصفيناه كده بالمصفى. وبعد كده طبعا هنمسكي بقى نعمل ايه تاني، هنحط بقى كوبايه سكر، وهنحط ورقتين 3 كده من النعناع. بجد بيبقى تحفه بالنعناع، جربيه بجد هيعجبك خالص. حطينا بقى كده العصير بعد ما صفيناه، وهنرجع بقى نحط كوباية سكر، وهنحط ورقتين 3 من النعناع. حاجة كده بجد، بصي تطر كده على قلبك كده في الحر اللي احنا فيه دوت. طبعا في طرق كتيرة طبعا العصير طبعا. العصير اليومين دول طبعا الفراولة موجودة في السوق، الموز، الحاجات كتيرة، بس بصراحة سبحان الله دايما في الحر تحس ان احنا بنجري على كوباية العصير بليمون. زودي لها بقى شوية نعناع كده زي ما انا عاملة، تطر بقى كده على قلبك بجد والله العظيم. بصي ما تشبعيش من العصير ده. حطينا ورقتين نعناع كده 3 كده زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هنمسكه نخلطه خلطة كويسة، وكده العصير بتاعنا بقى جاهز. مسكناه بقى صفيناه، انت بقى حابة يعني مثلا تنزليه زي ما هو كده في الكوباية براحتك، بس انا بحب برضو اصفيه عشان برضو لو في اي حاجة تاني. هو ما كانش في اي حاجة برضو غير عشان انا كنت مزودة شوية في النعناع، فيعتبر في المصفى كان يعتبر النعناع نزل. بصوا برضو والله برضو نزل الحب اللي هو بتاع الليمون، كويس ان انا صفيته للمرة التانية. وبعد كده خلاص صبيناه طبعا في الكوباية. بصراحة كان تحفة، ينفع بقى لأي ضيف يجيلك، للولاد في الحر اللي احنا فيه دوت. وكده خلاص خلصنا العصير بتاعنا الجميل اللي يطر على القلب دوت. ما تنسينيش بالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.